كلام النهاردة طالع من القلب عشان يوصل للقلب. كلام مش مترتب وطالع من حد زيكم. أنا مش داعية إسلامية ولا بعرف كل حاجة في الدين، وهنا الفرق بقى. أنا مش جاية أقول لكم عن إيه اللي لازم أعمله وإيه اللي حتما ولا بد من العبادات اللي ما يضيعش مني أبدا في رمضان، لأن ده اللي بيخليك تبدأ رمضان متحمس جدا، وبعد كام يوم كده يبتدي يجيلك فتور في العبادات وبتبتدي إن أنت ما تكملش وتحس إنك مقصّر وإن رمضان ضاع منّك. فتعالوا سوا نبُص للموضوع بنظرة مختلفة. السلام عليكم، إزيكم يا حلوين، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير ورمضان كريم. أنا آية لايف كوتش ومعالج معرفي سلوكي، ويالّا ندخل في الموضوع، بس الأول صلّوا على النبي. رمضان وما أدراك ما رمضان، شهر الخير وشهر البركة، شهر الفرقان، لأنه قادر إن هو يدخلك جواه ويخرجك منه. في فرق كتير جواك وإن تخرج منه واحد تاني خالص غير اللي دخلته، ويغير كتير في حياتك إن شاء الله. لو بتسمع الحلقة دي أول ما نزلت، فرمضان بإذن الله بعد بكرة يوم السبت على خير. وأنا مش جاية أقول لك تعمل إيه ولا تمشي يومك إزاي، لأن كل واحد فينا التزاماته غير التاني وحياته شكلها غير التاني. في اللي هو مجرد فرد في عيلة، في اللي متجوز، في اللي متجوز ومخلف، فيه اللي في عيلة صغيرة وفيه اللي في عيلة كبيرة. فكل واحد منا ليه شكل حياة مختلفة عن التاني. فأنا مش هينفع أقول لك بعد صلاة الفجر تقرا الورد وبعد صلاة الظهر تعمل كذا وبعد كذا تعمل كذا. لا، أنا مش جاية أقول لك كده خالص، أنا جاية أقول لك كلام وأنت وظّفه في يومك على حسب هيئته. أنا عايزاكم أول حاجة تعملوها إن أنتم تقعدوا مع ربنا، تقعدوا تتكلموا معاه، اقعدوا قعدة زي ما تحبوا، سواء في سجود أو في صلاة أو وأنت باصص للسما أو حتى وأنت قاعد في مكانك ما بتعملش أي حاجة. عايزاك تقعد تتكلم مع ربنا وتحكي له من جواك بلغتك العامية، بلغتك البسيطة، من غير ما تتكلف في شكل دعاء. عايزاك تحكي له وتشكي له كل اللي همك وكل مشاكلك وكل اللي انت حاطه في دماغك. عايزاك تقول له: يا رب انا تبت ليك من كل ذنب سواء كبير او صغير، يا رب انا بفتح معاك صفحة جديدة وربنا هيقبل توبتك، ما تقلقش. قول له: يا رب انا جاي لك وعايز ابطل كل ذنوبي اللي انا بعملها، وقويني يا رب ان انا اعمل ده. أنا عايزاك تفضّي كل الدوشة اللي جوّه دماغك. عارف زي إيه بالضبط؟ هادّيك مثال ولله المثل الأعلى. زي كده لمّا بتروح عند دكتور نفسي وتقعد معاه، والدكتور دوّة يعني معروف عنّه وليه صيته ومشهور إن هو اللي بيخش عنده بيخرج كويس جدًا، بيسمعك كويس جدًا، بيدّيك العلاج المناسب. فساعتها أصلًا أنت هتبقى داخل عنده وأنت متطمن جدًا، وهتقعد بقى تحكي له وتسرد له كل اللي حاصل في حياتك وكل اللي مخلّيك مهموم. فأنت رايح له عشان أنت عايز تتغيّر بجد. أنا بقى باقول لك لله المثل الأعلى، أنا عايزاك تعمل كده مع ربنا. أنا مش عايزاك تروح لدكتور نفسي، أنا عايزاك تقعد مع ربنا، تحكي له وتشكي له وتفرّغ كل هَمّك ليه، عشان حتى أنت لو رايح لدكتور نفسي فهو الشفا برضه بإيد ربنا. دي كده أول حاجة إحنا هنعملها، سواء كنت بتسمع الفيديو دوّة قبل رمضان أو في وسط رمضان أو حتى في آخر لحظة في رمضان. اقعد القعدة دي مع ربنا وانوي النية دي معاه. بعد كده عايزاك تفكّر نَفْسك بكل مزايا رمضان، إن شاء الله حتى تكتبها وتقراها كل كام يوم عشان خاطر تجدد العزيمة جواك. فكّر نَفْسك بإنه شهر المغفرة وشهر العتق من النار. عارف يعني إيه تعتق من النار؟ يعني ما تدخلش النار أبدًا. وطبعًا أنت هتيجي تقول لي: إزاي؟ طب ما أنا ممكن أعمل ذنوب بعد شهر رمضان وبعد ما آخُد العتق من النار. بس اللي أنا عرفته من أحد المشايخ إن لأ، ده ربنا بيعينك، ربنا بيعينك إن أنت تبعد عن الذنوب وتبعد عن الكبائر، وإن الذنوب اللي بتعملها بعد كده أول ما بتستغفر ربنا بيغفرها لك. عايزاك تفكّر نَفْسك كمان إن ربنا قال لك كل ثواب العبادات، ولكن جه عند الصوم بالذات وقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ده كمان شهر رمضان فيه ليلة القدر، الليلة اللي ربنا وصفها وقال عنها إن هي خير من 1000 شهر. تخيل ليلة مش يوم حتى كامل، لأ ليلة، ليلة واحدة خير من 1000 شهر. أنت مستوعب العدد؟ الليلة دي قادرة إن هي يتقلب فيها كل حياتك ويتحقق لك فيها اللي أنت بتتمناه.
شهر رمضان لمّا بييجي بتُفتح أبواب الجنة وبتُغلق أبواب النار وبتُسلسل الشياطين، يعني أنت عندك فرصة حلوة أوي الشهر ده للتغيير، لإن أنت لمّا بتيجي تعمل ذنب طبعًا بنقول إن الشيطان هو السبب والشيطان هو اللي بيغوينا والشيطان هو اللي بيخلّينا نعمل الذنوب دي كلّها، ولكن لمّا رمضان بييجي الشياطين بتتسلسل وبنلاقي برضه إن إحنا لسه بنعمل نفس الذنوب اللي إحنا كنا بنعملها، وهنا قالوا لنا عشان أصلًا خلاص عقلك وجسمك بقى متعوّد إن هو يرتكب الذنب دوّة، فليه باقول لك فرصتك في الشهر ده وفرصتك في التغيير، لإن أنت ساعتها هتبقى بتقاوم نفسك بس، وبتقاوم العادات اللي أنت متعوّد عليها، مش كمان بتقاوم وسوسة الشيطان. حاول كمان وأنت بتعمل العبادات دي إن أنت تبقى ناوي فعلًا من جواك إن لمّا يخلص الشهر ده إن أنت هتكمّل، لإن في ناس مثلًا ما بتصلّيش خالص، فبتيجي تصلّي في رمضان، بس هي عارفة إن هي مش هتكمّل بعد رمضان، أو الناس اللي هي بتصلّي بس ما بتصلّيش صلاة الفجر، فطبعًا بتبقى بتصلّيها عشان كده هي بتصحى تتسحّر، فبتبقى خلاص هي عارفة إن لمّا يخلص شهر رمضان هي مش هتصلّيها، لأ، أنا عايزاك تنوي إن أنت هتكمّل، وإن أنت اللي أنت بدأته في رمضان إن أنت هتستمر عليه، وادعي يا سيدي ربنا وقُل له يا رب عِنّي وقوّيني إن أنا أكمّل واستمر، وإن لمّا يخلص رمضان ما أبطّلش وما أوقّفش، وما تسألنيش وما تقولش إزاي ده هيحصل، لأ هو ربنا قادر، وربنا قادر بكُن فيكون، أنت بس انوي وأنت بس خُد الخطوة الأولى من جواك وسيب الباقي على ربنا. لإن أنا لسه كنت باتدبّر آية وفجأة وبدون أي مقدمات، كنت قاعدة فجأة كده والآية جات في بالي مع إن أنا حافظاها وعارفاها كويس جدًا، ولكن اكتشفت فيها حاجة إن ربنا مش هيغيّر حاجة إلا لمّا أنت تغيّر الأول، وهي الآية اللي بتقول: "إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم." بُص كده ركّز معايا، إن الله لا يغيّر، ربنا مش هيغيّر تمام؟ ما بقوم، اللي في القوم إيه بقى؟ في شرط، حتى يبقى في شرط، حتى يغيّروا ما بأنفسهم، غيّر أنت الأول فربنا يغيّرك. يعني المطلوب منك إن أنت تبدأ، ابدأ بقى بنيتك، ابدأ بخطوة هتعملها، ابدأ بإن أنت هتبقى حاطط في دماغك إن أنت لأ هتكمّل وهتستمر على اللي أنت بدأت فيه في رمضان، المهم ابتدي أنت الأول وربنا هيساعدك وربنا هيبقى واقف جنبك ما تقلقش. آخر حاجة الدعاء، ادعي، ادعي الدعوة اللي أنت هتموت عليها وتحصل لك، اتمسك بيها أوي في الشهر ده، ادعيها في كل وقت، ادعيها في كل صلاة، ادعيها في قيام الليل، قبل الفطار، وقت السحور، استغل الأوقات اللي فيها استجابة الدعاء، استغل الأوقات اللي ما فيهاش استجابة الدعاء، عايزاك تفضل الدعوة على لسانك بتدعي بيها ربنا في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان أنت فيه، ادعي وما تبطّلش دعا وربنا هيستجيب. ربنا لمّا اتكلم عن آيات الصيام في سورة البقرة من أول آية 183 اللي هي يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عليكم الصيام وبعد كده ربنا كمّل كلام عن الصيام لحد الآية 186 وهي الآية اللي عن الدعاء اللي هي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. طبعًا لحد آخر الآية ورجع تاني اتكلم عن آيات الصيام لحد آية 187 اللي هي أحل لكم ليلة الصيام إلى آخره. أنت شايف ربنا عمل إيه؟ ربنا كان بيتكلم عن آيات الصيام وقطعها بآية عن الدعاء ورجع كمّل آيات الصيام تاني، ربنا عايز يقول لك إن الدعاء دوّة يعني من أساسيات شهر رمضان، ربنا عايز يقول لك تمسّك بالدعاء، امسك في الدعوة اللي أنت عايزها وادعيها في الوقت ده، هو بيقول لك في الآية إن هو هيستجيب، فادعوا له كتير يا جماعة، ادعوا له كتير أوي وما تنسوش تدعوا لي معاكم. آخر حاجة هاتكلم فيها وهي العبادات ككل، عايزاك تجرّب رمضان دوّة إن أنت تعمل العبادات بالكيف مش بالكم، بلاش الكميات، أنت حُر، اعمل اللي أنت عايزه، ولكن
أنا عايزاك تجرّب فكرة جديدة إن أنت تعملها وأنت مستحضر كل عظمة ربنا، وأنت مستحضر كل طاقتك، وأنت مستحضر كل إيمانك بربنا في العبادات اللي أنت بتعملها، سواء وأنت بتصلّي أو وأنت بتصوم حتى أو أنت بتقرأ الوِرد بتاعك. جرّب كده إن أنت يعني حتى لو هتختم مرّة واحدة مش الختمات الكتير، ولكن هتبقى بتختمها بتدبُّر، هتبقى بجد عايز تفهم يا رب رسالتك ليّا إيه، يا رب أنت بتقول لي إيه. خلّي بالكم الكتاب دوّة مش نازل كده إن إحنا حاجة بناخد عليها ثواب وخلاص، لأ، ده ربنا بيكلمك فيه أنت بالذات، ربنا حاطط لك قصص فيه للناس اللي سبقوك عشان خاطر تتعلم منها، عشان خاطر ما تغلطش نفس الغلط بتاعهم. يعني ربنا بيسهّل الدنيا عليك، بيدّيك منهج حياتك عشان تمشي بيه، بس إحنا اللي ما بنقراش وإحنا اللي بعيد أوي. ده إحنا لمّا بنبقى بنقرا كتاب أو بنقرا رواية وبنسرح كده وإحنا بنقرا، إحنا بنعيد تاني الحتّة اللي إحنا سرحنا فيها عشان نفهم، لإن القطعة أو السرحان اللي حصل ده خلّانا ما بقيناش فاهمين القصة إيه، أو مش فاهمين الكتاب بيقول إيه، فبنرجع تاني نقراها تاني بتركيز عشان خاطر نفهم. أنا عايزاك تتعامل كده مع كتاب ربنا، عايزاك تشوف كل آية فيه ربنا بيقول لك فيها إيه. خلّي بالك ربنا بيوجّه لك الكلام ده ليك أنت لوحدك، بيوجّه لك الكلام ده لشخصيتك أنت ولفكرك أنت ولطريقتك أنت. بقينا سبحان الله الأيام ديّة بيطلع ناس بتفسّر الآية القرآنية بأسلوب أو بطريقة إحنا عمرنا ما شُفناها قبل كده. أنا حسّيت من الموضوع دوّة إن الآيات متوجهة لكل واحد بشخصيته، بدماغه، هي بتوصّل له رسالة ليه هو. سبحان الله، ده أنت لمّا بتقرا آية بتفهمها بطريقة، ولمّا بترجع تقراها مرّة تانية ومرّة تالتة وتتدبّر فيها أكتر وأكتر، بتفهمها بطريقة تانية خالص. زي ما باقول لكم من شوية أنا كنت حافظة الآية كويس جدًا، بس سبحان الله فجأة كده جات على بالي وفجأة تدبّرتها واكتشفت فيها يعني إن ربنا يغيّر ده متوقّف عن إن أنت تبدأ أو إن أنت تغيّر. كنت سمعت شيخ من المشايخ بيقول لو أنت عايز ربنا يكلمك فروح اقرا القرآن، ولو أنت عايز تكلم ربنا فروح اقف بين إيديه وصلّي. أنا عايزاك تحط نفسك جامد أوي جوّه العبادات، وعندك عبادات كتيرة أوي، شوف أنت هتعمل إيه منها. عندك الصلاة والصيام والنوافل، عندك الصدقة، تصدّق بأي حاجة تقدر عليها، حتى لو معاكش فلوس تصدّق بضحكة، تصدّق إن أنت تجبر بخاطر حد، إن أنت تقول لحد كلمة حلوة. عندك التراويح، عندك قيام الليل، عندك الأذكار، عندك وِرد القرآن بتاعك، عندك الدعاء، وكمان الوِرد اليومي من التسبيح. قدرت تعمل كل ده مع بعضه يبقى ماشي وتمام، ما قدرتش وبتقسّم العبادات دي على الأيام تمام، بس أكيد الأساسي إن أنت تصلّي وإن أنت هتصوم. كمان الأمهات أنتم بتعملوا عمل عظيم أوي، حتى لو أنتم ما بتقدروش تقوموا بكل العبادات ديّة، فأنتم بتفطروا صائم كل يوم، فيعني أنتم بتعملوا عبادة عظيمة. فعشان كده كل واحد يعمل اللي يقدر عليه، جيب آخرك، يعني اعمل اللي تقدر عليه، ولكن ما تحسسش نفسك بالذنب لو أنت وقعت منك حاجة أو ما قدرتش تعمل حاجة. المهم إن أنت تكون فعلًا حاطط في دماغك إن أنت بتعمل أقصى ما عندك، وإن أنت هتكمّل على الحاجات اللي أنت بتعملها بعد رمضان مش هتوقّفها. ولو طلعنا بحاجة من الحلقة دي فأنا عايزاك تطلع إن أنت تعمل الحاجات بالكيفية مش بالكمية. وكمان كنت هانسى، يا جماعة سيبكم من السوشيال ميديا، بجد سيبكم من السوشيال ميديا وسيبكم من البلوجرز، سيبكم من الكلام ده، سيبكم من اللي ملوا بيوتهم بزينة رمضان واللي عملوا التفريزات واللي جابوا كفرات للكوشنز والرانر والتحف والفوانيس والحاجات الكتيرة. والله معاك إن أنت تعمل كده اعمل، مش معاك ما تربطش إن أنا مش هاخش رمضان إلا لمّا أكون عامل كل الحاجات دي ومزيّن البيت بالطريقة الأوفر دي. ده كله مش شرط يا جماعة، فما تحبطوش نفسكم وتحسوا إن أنتم كده ما حسيتوش ببهجة رمضان. رمضان بهجته في صيامك، بهجته في الصلاة اللي أنت هتصليها، بهجته في صلاتك للتراويح، في قيامك لليل، في تدبرك للقرآن، فما تحملوش نفسكم أكتر من طاقتها.
وفرّحوا نفسكم بالقليل اللي عندكم. فتعالوا نتفق سوا إن إحنا نجدد النية ونجدد التوبة، ونقعد مع ربنا القعدة اللي أنا قُلت لكم عليها في أول الفيديو خالص. اقعدوا معاه، قولوا له كل اللي في قلبكم، قولوا له إن أنتم هتتغيّروا، قولوا له إن هو يساعدكم، وخدوا الخطوة وما تنسوش تدعوا لنفسكم، وادعوا لي معاكم إن ربنا يرزقني اللي أنا باتمناه، وأنا كمان هادعي لكم، ورمضان كريم. سلام.